اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، أمين. يا صباح الرضا والهنا والجمال عليكن يا حبايبي، يا صباح المحشي حبايبي. ربنا يبارك فيكن ويجبر بخاطركن. حطن اللايك واشتركن اللي ما اشتركتش في القناة تشترك فضلا وليس أمرا. ربنا يبارك فيكن ويجعل في ميزان حسناتكن. صلوا على الحبيب. تعالوا هنعملوا أحلى تسبيكة محشي في شوية حاجات هنقولها لك يمكن أول مرة تسمعيها أو تشوفيها. بالله عليكم بالله عليكم حطوا لايك كده وكتبوا لنا تعليق، واللي ما اشتركش يا بنته في القناة يشترك، والله هتستفادوا إن شاء الله. واللي اشترك جديد يا بنته يلف على القناة كده ويشوف المحتوى بتاعها. لو عجبكم ربنا يجبر بخاطركم تكتبوا لنا تعليقات حلوة. بأقل من 50 جنيه هنعملوا كذا صنف محشي بإذن الله. صلوا على الحبيب وحطوا لايك يا بنته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا عيشوا معنا يومنا وروتيننا يا رب يعجبكن وتتشجعن وتقومن تعملوا ايه احلى محشي ان شاء الله. في ناس كتير ما بترضاش تعمل المحشي، تقول لك غلبه ودربكه، والله ابدا. المحشي بسم الله ما شاء الله ممكن تعمليه في ربع ساعه. صلى على الحبيب وتعالي يلا معايا نشوفوا يومنا. كمان هنا هنغسلوا الغسيل يا بنته. بصوا حبايب قلبي، انا ملي حبايبي واخواتي الكبار طبعا انتوا على راسي على راسي من فوق. انا بنوري بنتي وحبايبي الصغيرات العرايس الجداد الغسيل يا بنتي. لما جيتوا تغسلوه لازم تصربوه او تعزلوه. تعزل الابيض وحديه والالوان وحديه وبتاع العيال الصغيره وحديها وغيرات الداخليه وحديها. ولما جيت تغسلي الغسيل رتب غسيلك، وباذن الله باذن الله هنعمل لكم فيديو كامل ان شاء الله. لو حابين اكتبوا لي في التعليقات. تعالوا مع بعضنا نشوفوا المحشي اللي هنعملوه النهارده ايه. جبنا يا بنت البذنجان ب10 جنيه، جبنا كيلو. الفلفل كيلو وربع ب10. اللهم صل على رسول الله. وجنبيه كيلو ونص وتنقي نقاوه يعني، فالبنت نقوا من ابو كيلو ونص وجبنا كله حلو. ربنا يبارك فيهن ويجبر بخاطرهن اللهم امين يا رب. وهنا خدت بنتي بتنظف فيه وانا دخلت نساعد معاها. بصوا يا حبايبي احنا جايبين الخضره شبت وبقدونس وكزبره. انا هناخد الورق والعيدان. الورق هنعمل لها الورق ليها استخدام والعيدان هنستخدموها مش هنرموها. ازاي يا ام فارس هتستخدم العيدان؟ هنوريك العيدان بتاعت الخضره هنعملوها ازاي. هتخلي ريحه المحشي بتاعك مفحفح يجيب الاخر الشارع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنت الحبايب الصغيرات العرايس الجداد، تمسكي قرن الفلفل والدسيل تحت كده من الجمع بتاعه بتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله زي العسل. صلوا على الحبيب وحطوا لايك يا بنت. واللي ما اشتركش في القناه بالله عليك ان يشترك، لعل وعسى ربنا يكرمنا والقناه تبقى لنا سبب رزق كده ان شاء الله، تبقوا السبب انتوا فيه. بصوا حبايبي انا هنا بالمقص عشان بننعمها اكتر، لاني المقص هيخليكي تتحكمي في العصب تقطعيه ناعم ازاي. صليتوا على الحبيب. احلى تخديعه محشي هتعمليها باذن الله وهتدعي لي عليها. واللي تعملها تكتب لي في التعليقات وتقول لي ايه رايكم فيها. يبقى اقل من 50 جنيه هتشكلي وتصنفي باذن الله. ومع بعضنا ان شاء الله باذن الله هنعملوا ايه كل وصفات التوفير ان شاء الله. هتروحي تجيبي كيلو رز. في النت في رز ب35 وفي رز ب30 وفي ب27. جيبي ابو 27 لان المحشي بيستوي جواه عادي يعني، او انتوا على حسب امكانياتكم. كل وحده على حسب امكانياتها، والبيع طبعا بيختلف من منطقه لمنطقه ومن مكان لمكان. بس انت اهم حاجه لو ربنا كرمك باذن الله يوسع عليك ويجبر بخاطرك، عندك فرخه عندك لحمه عملت الشوربه زودي شوربه، واللي يفضل في كيس وعينيه في الفريزر هيجي وقت تستخدميه. بتعملي احلى الوصفات. الشوربه مش غلبه يا لينا. شفتوا سمير غانم لما قالها املوا الاوضه ميه وارمي الفروجه فيها تطلع معاكي شوربه؟ يعني بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب وحطوا لايك. يعني يا بنت زواده الوكل ميه والله العظيم، والدنيا ماشيه ان شاء الله وتبقى زي الفل. ربنا يجبر بخاطرك. يلا اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويبص على الفيديوهات القديمه ويكتب لي تعليق حلو. ان شاء الله محتواي يعجبكم باذن الله يا رب. وان شاء الله ان شاء الله مع بعضنا ربنا يكرمنا ويجبر بخاطرنا اللهم امين. بصوا حبايبي اقسم بالله العلي العظيم اي وصفه بنقولها لكن او اي منظف بنعمله او اي طبخه او اي وصفه كيكه اي وصفه حاجه بنبقى انا عاملاها كذا مره وعارفاها. ويعني سبحان الله سبحان الله عمري ما طلعت لكن بحاجه يكون خيالها غير شكلها الا والله كل اللي بنعمله بنحكي لكم عليه. بصوا هنا بنوريكم قطعة العصب
وقطعت الورق. العود يا بنتها بتاعها قطعيه ناعم، هيخلي معاكي احلى خلطة محشي. حطيت اللايك يا بت ولا لسه؟ اللايك مش هيعطلك في حاجة، بس هيفرق معايا انا حبيبتك. ربنا يبارك فيكي ويجبر بخاطرك يا رب. اعتبريه لي صدقة جايرة اللايك لحبيبتك ام البنات. بصوا يا بنتها هنا البنت بنت هرست اللهم صل على رسول الله البدنجان الابيض، وبعد كده هتجوره. صليتوا على الحبيب. لما بتهرسيه بيطلع اللحم البذر اللي معاه جوه بمنتهى السهوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هي قالت لي يا ماما سايبيني، خليني انا نشوف هنعرف يعني ان ايه نقولوها احنا، نجمع المحشي معاكي ولا لا. انت مش عارفه انتوا بتقولوها ايه، احنا بنقوله اللهم صل على رسول الله نجوره. انا مش عارفه انتوا بتقولوها ايه. انا المجوار ده مش بنحبه بصراحه، لكن هي بتحبه وبتنظف بيه حلو خالص. اللهم صل على رسول الله. طبعا كل واحد بيختلف عن التاني. ايوه بنتي، بس برضه فيها اختلافات عني كتير. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا طلع معاها ازاي. الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بالله عليك ما تنسى اللايك. اللي نسيت اللايك اهني كل دقيقه عم فكركن ما تزهقنش وتمشن. خليكم معايا عشان تشوفوا التخديعه الحلوه، هنقول لكم اسرارها باذن الله. بصي يا بنت الطماطم لما تجيبيها اغسليها وقطعيها نصاص وعلى النار حطيها، سيبيها تستوي وحطي لها معلقه بابريكا وتسيبيها تغلي، وبعد كده تروحي ضربها في الخلاط تعملي بيها احلى تسبيكة محشي، لان هتبقى معاكي حمرة زي النار. فاول سر من اسرار المحشي بتطيب الطماطم وحديها بمعلقة بابريكا، وبعد كده تروحي ضربها في الخلاط عشان تضيفيها على تسبيكة المحشي تديك اللون الاحمر الجميل اللي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله هيفرق معاكي جامد. هنا البنت كانوا جايبين البتنجان طويل وانا مش بنحبه طويل، فبنعمل ايه، بنقطع من فوق العنقود الناشف بس بتاع البتنجانة وبنقسمها نصين يا بنتي. ازاي يا مفارس؟ ايوه كل حاجة انت رتبيها بدماغك، كل حاجة قدامك. زي ما هنقول كان كتير قبل كده، الوكل ده مش كتاب منزل. الوكل ده يختلف من مكان لمكان ومن نفر لنفر، وترتيبه ده على حسب دماغك انت ومزاجك انت وعيالك اللي هتاكلوا، وانت وعيالك اللي هيعجبكم الوكل اللي انت هتعمليه او مش هيعجبكم. فانت عارفه العيل بدل ما يمسك الصباع ياكل نصه ويسيب نصه، لا اقسميه. اللي تلقيه طويل قوي اقسميه، اللي تلقيه متوسط مثلا وما يحتاجش القسم خلاص سايبيه. صليتوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا ابنتها جابوا البنتة ورق لزق ولزقوا المطبخ بس مش كله. هنقول الفيديو مش عارفه هينزل قبل ده ولا بعديه. والله خلوا منظر الحيطه حلو خالص. شايفين يا بنتها منظر الحيطه؟ ايه رايكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا بين المطبخ ما بين الغسيل ما بين التنظيف زي ما انتم عارفين. دي مليكه اها دخلت لازم ايه تحط لمستها مليكه. هنا جابت الحله دي يا بنتها ما تقولوش مسوده. الحله دي عشان انا بنغلي فيها ميه، يعني انا اسفه في اللفظ، البنت بياخدوها يستحموا بيها الميه مش الحله. الميه يعني يكبوها في جردل ويرتوها وياخدوها، فهي الحله عشان كده سوده، لكن البت والله بتدعكها على طول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا قلت لها تدعكهاش لغايه ما نجيبوا حج نسخنوا فيه الميه. صليتوا على الحبيب وحطيتوا لايك. ربنا يجبر بخاطركم اللهم امين. يوسع علينا ربنا ونجيبوا لنا سخان ان شاء الله والدنيا تبقى زي الفل. بصوا يا بنت انا غيرت المجوار هنا وبنجور بالمجوار اللي انا بنحبه اللي هو القديم العادي خالص. يا رب استر حالنا وحالكم ويجبر بخاطرنا وخاطركم اللهم امين يا رب. اللي ما اشتركش في القناه يا بنت فضلا وليس امرا يشترك ويعمل ايه ويفعل الجرس عشان يجيكم كل حاجه حلوه ننزلوها ان شاء الله. صلوا على الحبيب يا بنتي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لما تجي تجوري كده تحط في الحله اللي جنبك او البلاستيكايه ميه وترمي فيها الحاجه اللي انت بتجوريها، تكون حاطه ميه بملح علشان ما تسودش منك، وفي نفس الوقت بتبقى محيقه من جوه، بتبقى جميله خالص خالص. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوفوا هنا لقيتها طويله زي ما انتم شايفين قسمتها. صل على الحبيب وخلي ذكر الله في خشمك، حاجتك تحلى وتبقى زي الفل. بصوا يا بنتها هنا عشان الفيديو مش عارفه اتمسح ما كملش الطريقه للاخر. شايفين هنا انا بنغلي الطماطم ورقها. هنا البصله يا بنتها بنقلبها كده. اول ما بتصفر معايا بنحط لها العيدان اللي انا قصبتها بتاعت الشبت والبقدونس والكزبره، وكمان القرن الفلفل
لما بتجي تطلع الزره من فوق اللي حواليه انا بنقطعه وبناخده برضه نرميه في المحشي. ده مش بخل والله العظيم. مش معنى انك انت بتحافظي على نعمه ربنا وعلى البركه انك انت تبقي بخيله، لا، كل حاجه استفادي منها، وكل حاجه عندك في البيت حاولي تستخدميها بما يرضي الله عشان ربنا يرزقك ويوسع رزقك، اللهم امين. يعني اللي بيطلع حوالين البذور ده يا بنته، الفلفل ده بالمعلقه بمقص بايدك قصبيه كله، وبعد كده غسيل صغير ممكن تحطيه في الفريزر مع شويه كبده مع شويه شاورما، بيبقى زي العسل. مع انت بتعملي محشي زي كده ترميهم، بصوا اهل العيدان يا بنته هننزلهم كده، ساعتها الريحه بتقلب على طول على ريحه المحشي، وبتبقى معبيه الدنيا كلها كانك بسم الله ما شاء الله عامله كميه كبيره من التخديعه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. المحشي عايز بصل كتير يا بنت، بس انا بصراحه ما كانش عندي غير بصله واحده. بعد ما سبكتها زي ما انتم شايفين، قلبت العيدان بتاعت الخضره، رحت نازله عليها بالصلصه اللي انا عملتها اللي هي الطماطم المغليه، وسيبتها تتسبك. وبعد ما تسبك تحط البهارات فلفل اسود، كمون، كزبره. اللهم صل وسلم على رسول الله. عايزه تحطي حاجه تاني حطي كمان، لو حطيتي شويه توابل لحمه بتبقى معاكي زي العسل. وكيسين مرقه فوريه او مكعب مرقه، وبعد كده بتروحي نازله عليهم اللهم صل على رسول الله بالرز، وتقلبيه على النار لغايه ما الرز يتشرب معاكي خالص للخلطه، وتروحي طافيه عليه. وبعد ما تطفي وتروحي تحطي الخضره بتاعتك وتحشي بالصلاه على النبي. بصوا يا حبايبي اللهم صل على رسول الله. وكمان عندي كيس شوربه عملت عليه شويه ملوخيه يابسه. بصوا هنا مليكه هتقول ايه، عندنا فلفل وكلومب. كانت فرحانه طبعا، الصينيه مليانه. الله اكبر، يا رب احفظها نعمه، يا رب دومها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم امين. معايا مليكه يا بنتي لما تاكلي الكرومب، الكرومب بتطلع الورقه وتاكل الرز بس، فانا هنجيب لها سحن ونطلع لها الورقه زي ما هي عاوزه. بصوا هنوريكم كمان الرز طالع مفلفل ازاي. كمان يا بنتي اهم حاجه في الرز تحطي نص كوبايه زيت بعد ما تخلصي الخلطه خالص قبل ما تحشي، هيفرق معاكي، هيطلع الرزايه مفلفله وتبقى معاكي بسم الله ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم وينور رضاكم، وكتبوا لي لو الفيديوهات دي عجبكم نكملوا مع بعضنا، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات الجديده دي، لعل وعسى ربنا يكرمنا ان شاء الله والقناه تكبر يا رب باذن الله، وتبقى لي سبب رزق ليا وبناتي، اللهم امين يا رب. يجبر بخاطركم ويسعدكم كل حبايبي وكل اخواتي. حطوا لايك